لو بتحبوا السلطات يبقى الطبق ده لازم يكون على سفرتكم. سلطة التبولة التركي لذيذة ومغذية ومشبعة جدا، لو جربتوها مرة هتبقى طبق رئيسي على السفرة، مش هتبطلوا تعملوه. تعالوا نشوف العظمة دي بتتعمل ازاي. هنحتاج كوباية برغل ناعم، وانا معايرة بكوباية المية الكبيرة دي. هنحط عليها كوباية مية مغلية وهنقلبها مع البرغل، وبعد كده هنغطيها لمدة ربع ساعة لحد ما البرغل يفتح معانا ويشرب المية. طاسة هنحط شوية زيت زيتون قد ربع كوباية كده، ولما تسخن هنحط عليها بصلاية كبيرة مفرومة ناعم ونقلبها لحد ما البصلة تدبل. لما تدبل البصلة هنحط معلقة صغيرة توم مفروم ونقلبه لحد ما ريحته تطلع. هنحط نص كوباية عصير طماطم ومعلقتين كبار صلصة فلفل أو هريسة شطة. نقلب الصلصة لحد ما تتخلط مع البصل والثوم، وبعد كده هنحط التوابل بتاعتنا: ملح وكمون مطحون وكزبرة مطحونة وفلفل اسود وبابريكا. من كل حاجة معلقة صغيرة، ولو عايزينها حراقة شوية بنضيف كمان رشة شطة. نقلب التوابل دقيقة بالظبط مع الصلصة، وكده تبقى الصلصة بتاعتنا جاهزة. بعد ربع ساعة من نقع البرغل هنلاقي حجمه زاد وفتح بالشكل ده. هنبدأ ان احنا نفلفله بالمعلقة ونحط عليه الصلصة اللي احنا عملناها. هنقلب الصلصة مع البرغل لحد ما كل البرغل يتغلف بالصلصة، وبعد كده هنضيف ربع كوباية دبس رمان وربع كوباية عصير ليمون، ونكمل تقليب البرغل مع الصلصة مع الصوصات. بعد ما البرغل يختلط كويس بالصلصة والصوصات هنضيف بقى الخضار اللي بنحبه. انا هنا هضيف خس متقطع صغير وبصل اخضر متقطع وبقدونس. تقدروا كمان تضيفوا ذرة صفرا لو تحبوا او شبت مفروم. يعني هي بالاخر سلطة، فتقدروا تضيفوا انواع الخضار اللي تحبوها. هنقلب الخضار مع البرغل ونظبط الحروف بتاعتنا كده ونمسحها، وكده بقت السلطة بتاعتنا جاهزة للتقديم. ممكن كمان نرشلها على الوش شوية دبس رمان كده لو عايزينها تكون مززة اكتر، ونقدمها مفروشة فوق ورق الخس. وكده الوصفة بتاعتنا خلصت. سلطة رهيبة بجد، هتبقى ادمان عندكم. مستنية تجربوها وتقولولي رأيكم فيها ايه.